مساء الخير، ازيك؟ في سؤال بيقول ازاي اتخلص من الضغط. طيب انا في حاجتين بعملهم علشان الموضوع ده. بما اني كنت يعني ايام زمان حد بصحى الصبح كده انا حاسس ان انا مضغوط طول الوقت، يعني 24 ساعة في ال 24 ساعة. النهارده الحمد لله تخلصت من جزء كبير جدا من الموضوع ده، وهقول لكم ازاي عملت حاجة زي كده. طيب هما طريقتين، بس الاول لازم افهم هو الضغط بيجي ليه اصلا. الضغط دايما بيجي علشان خاطر يطور الشخص في نقطة معينة، فهو مثلا جاي لي في علاقة ما، فالعلاقة دي دايما فيها مشاكل وخناق وزعيق والى اخره، فانا لازم اتطور في الموضوع ده وافهم يعني ايه علاقات وازاي اتعامل مع الناس والى اخره علشان خاطر اصلح الموضوع ده. ودايما بيكون عندي قاعدة معينة، لو انا اللي حاسس ان انا متضايق اكتر او حاسس ان انا تعبان من العلاقه دي بشكل اكبر، ده معناه ان انا السبب بشكل اكتر. تمام؟ فلازم اشتغل على نفسي. فالضغط دايما كده يجي ضغط مثلا في الفلوس، فهو انا مضغوط في الفلوس، مش قادر اجيب فلوس بشكل كويس، مش قادر اعمل مش عارف ايه، فهو الموضوع جاي علشان كل شويه الحياه بتضغطني اكتر ومطلوب مني مصاريف اكتر ومعمول مش عارف ايه. كل ده برضو علشان اتطور واكتسب سكيل اكتر علشان اقدر اجيب فلوس بشكل احسن وبشكل اكبر وهكذا. فكل الضغط بيجي علشان خاطر النقطة دي انه يطورني، وبالتالي انا ممكن اعكس الموضوع، اروح اتطور انا بدري بسرعة واطبق واظبط الموضوع ده من غير اصلا ما يحصل لي حاجة، وبالتالي الضغط هيقل جدا في الحياة. لو انا رحت طورت نفسي في جوانب متعددة، زي مثلا سكيلز معينة اكتسبتها، علم معين اتعلمته، درست حاجة معينة، عملت كذا، كل ما طورت نفسي في جوانب مختلفة ومتعددة كل ما كان أفضل، وبالتالي كل ما قل الضغط عليا في الحياة. تاني نقطة، في ناس أوقات بيبقوا يعتقد إن في ضغط، هو دايما بيحصل معاه مواقف معينة، حاجات معينة بتحسسه انه في ضغط، بس هو مفيش ضغط في الحقيقه. لو قعدنا نبحث ورا المواقف دي مش هنلاقي في ضغط. هو محتاج بس يقعد ياخد نفسه، يسترخي، يسمع كده، يحاول يفكر في كل اللي عدى عليه مثلا من ضغوطات والى اخره، ويقول هو انا اتحطيت في الحاجه دي ليه؟ يسال نفسه بس ويحاول يدور، طب انا ممكن اعمل ايه علشان خاطر احل مشكله زي كده، او اعمل نقطه زي دي، او كل ما سأل نفسه، كل ما عرف انا ليه حاسس بكده، ليه بفكر كذا، ليه بعمل كذا، هيلاقي فيه اجابات. مع الوقت الاجابات دي هتتحسن لحد ما يحصل على افضل اجابه، وبالتالي يتخلص من جزء كبير جدا من ضغوطاته في الحياه. هل الضغوطات في الحياه هتنتهي خالص؟ لو انتهت ده معناه انه مفيش اختيار في الحياه اصلا، هتفضل موجوده، ولكن لو انا اتعلمت ازاي اتعايش معاها، ازاي اطور نفسي قبلها بحيث ان هي تكون جايه سهله، تكون حتى جايه عدت عليا، حتى كل ما عرفت وتعلمت الموضوع ده كل ما كان الموضوع اسهل والحياه كانت اسهل، بس فيها تحديات برضه، لان لو ما فيهاش تحديات هتبقى ممله، هتتعبنا. ولو فادك الفيديو ما تنساش تشيره لاصحابك والناس اللي انت حاببهم يستفادوا.